يا صباح الرضا، يا صباح الجمال، يا صباح النشاط والحيوية. يا حبايب عاملين ايه؟ اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، امين. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يا عاملين ايه بنتا؟ وايه اخباركم؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال، يدوم علينا وعلينا عليكم نعمة الستر والصحة، اللهم امين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة، واجبر خاطر كل البنات بولد الحلال الصالح اللي يعرف ان الله حق. حبايب عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنشوفوا اقوى تركيبة الغسيل الشرابات. غسيل الشرابات طبعا المدارس وما ادراك من المدارس في الشرابات. شايفين الزبط بتاع الشرابات؟ اعزكم الله، ما انا اسفة على المنظر، معلش يا حبايبي سامحوني. الشرابات طين طين طين. الكاوتشات بتاعت البنات كانت مقطوعة من تحت، مع اني والله جديدة، بس اتاكل النعل مش عارفة او اتخرم بيدخلهم طين. زي شايفين منظر الشرابات. تعالوا هنعملوا تركيبة من الاخر خطيرة خطيرة، بس مش هنقولكم عليها دلوقتي علشان حتى تكملوا معايا الفيديو شوية لقدام. مكونات فظيعة هتخلي الشرابات تخرط كل الزبط اللي فيها. صلوا على الحبيب وحطوا لايك وشجعوني، وقولوا لي ايه رأيكم لو عملنا فيديوهات تنظيف زي كده للخلق الابيض والالوان، وكمان باذن الله الغسيل الالمونيا وتنظيف المطبخ والحاجات اللي زي كده. صلوا على الحبيب وحطوا لايك يا بنت، واجبروا بخاطر ربنا يجبر بخاطركم ويسعدكم، اللهم امين يا رب العالمين. حلينوا الشرابات دي احنا بنقولوا نيخوها. قولوا له انتوا عندكم بتقولوا عليها ايه؟ انتوا بتقولوا ننقعوها صح، احنا بنقولوا نيخوها. او ايه، اللهم صل على رسول الله، او ننقعوها زي ما انتوا عايزين قولوا. بس باذن الله باذن الله هتخلي الشرابات معاكي فل شمعة منورة، وهتشوفي كل حاجة قدام عينك. صلى على الحبيب وحط لايك وجبروا بخاطري، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا يا بنت يشترك بالله عليكم. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم، ويجبركم جبر يعجب لأهل السماوات والأرض. وكتبوا لي في التعليقات يا بنت لو عايزين فيديوهات زي كده إن شاء الله مع بعضنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلت النهارده نوريكم روتين الغسيل بتاعنا، وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله التركيبة دي هتخلي معاكي الشرابات فل. والله والله، وكلها حاجات بسيطة بإذن الله، من غير بطاس من غير أي حاجة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين لسه احنا يا دوبك حاطينها، وبصوا ابتدى انا اسفه الطين او الزبط او الاتساخات تخرط ازاي. دي عندي علبه شامبو فاضيه بندوس بيها كده لان الميه سخنه. هنوريكم كميه الزبط. انا اسفه انا اسفه، بس زي ما انتوا عارفين العيال والمدارس بصوا، ولسه احنا ما قعدتش، ولسه ايه اللهم صل على رسول الله ما تشربتش زين من التركيبة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبإذن الله لو عايزين المسحوق الرخيص اللي بنشتروه بالكيلو نحولوه لأقوى مسحوق للتنظيف، اكتبوا لي برضه في التعليقات وانا نعمله معاكم بإذن الله بإذن الله. بس شجعوني وحطوا لي لايك، ربنا يبارك فيكم ويجبر بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. المسحوق ده يا جماعة اللي هو المسحوق الرخيص، انا برضه حاطه له مكونات وعاملاه في البيت بسم الله ما شاء الله، بيخلي الغسيل فله شمعة منورة كده، بيرقص رقص على الحبال والله العظيم زي الجنيه. وانتوا شفتوا غسيلي كذا مرة وشفتوا يعني الحمد لله. الواحد اهم حاجة عند النظافة، والله والله الواحد يعني بصوا النظافة دي عاملة له وسواس في دماغه. يعني قال لك الخايبة اشترت صحتها والشاطرة مش عارفة هلكت صحتها ولا ايه هيقولوا المثل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الخلطة دي بنتها للألوان وللأبيض، بتطلع الغسيل بتاعك اللهم صل على رسول الله. ولو عندك غسيل فيه بقع اكتبي لي برضه في التعليقات، وانا هنقول لكم وصفات باذن الله زي العسل. دي الاوضه المهجوره ان شاء الله تقعد مهجوره على طول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين كميه الغسيل يا بنتي؟ ادعوا لي ادعوا لي ان ربنا يصلح الحال، اللهم امين يا رب العالمين. هنا كنا هنكملوا باقي الخلطه السحريه للشرابات. يلا مع بعضنا نقولوا عملنا ايه. حطوا اللايك بالله عليكم، حطيتوا اللايك؟ طب اشتركتوا في القناه؟ طب كتبتوا لي تعليق حلو؟ طب مين صلى على الرسول؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنت، انا جبت جردل عندي كده او اي حاجه هتنيخي فيها او هتنقعي فيها. هتحطي اللهم صل على رسول الله معلقه كربوناتو، معلقة ملح، معلقة كربوناتو، معلقة ملح ليمون، او على حسب كمية الشرابات اللي انت هتحطيها. انا حطيت معلقة كربوناتو، معلقة ملح ليمون، معلقتين زهرة بيضة.
دي هتجيبيها من اي بتاع منظفات. بصوا الميه بنته، بصوا الميه. انا دلوقتي هننشلهم من الميه الزبطه دي، هنحطهم في ميه نظيفه عشان قبل ما يخشوا الغساله ما يبقاش فيهم اي اثر للتراب ولا اي اثر للطين. خلاص، يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا معلقه ملح ليمون، معلقه كربوناتو، معلقتين زهره بيضه، معلقه ملح بتاع الوكل، ملح طعام. ملح الطعام ده معقم يا بنته، وفي نفس الوقت يعني برضه بيشيل الاتساخات. خلاص، نص كوبايه خل. بعد كده نزلت عليهم بالميه السخنه وسيبتهم كده لغايه ما خلصت غسيل، ورحت نشطفاهم زي ما انتم شايفين كده. شغلت الغساله العاديه بتاعتي، وكانت عندي نص صابونه بلدي، رحت بشراها زي ما انتم شايفين في الغساله، وحطيت عليها شويه صافو ونزلت فيها الشرابات. والله 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 هتبقى بصوا يا شايفين يا بنات، انا اسفه على المنظر بس انا حبيت نوريكم عشان لما تشوفوا النتيجه في الاخر محدش يقول لي ايه لا ما كانش ولا كان ولا ما. انا بصوا يا بنات حطيت شويه صافو وحطيت بشرت الصابونه. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ورميت الشرابات في الغساله، هتاخد معايا دوره، وهي دي احلى خلطه. بصوا كمان ميه الشطف، بصوا ميه الشطف عشان تعذروا ان البنات الكاوتشات بتاعتهم يا بنات النعل بتاعهم مبهدل من تحت، فعلشان كده يعني الحمد لله الحمد لله. الطين طبعا والتراب زي ما انتم عارفين في الشارع، والله بيجوا من المدرسه يقلعوا برضه الشرابات ولا مؤاخذه ويلبسوا الشرابات غيرها يروحوا بيها الدرس. بصوا حبايبي، انا عندي قفصه العيش دي بنحط عليها الشرابات والغيرات اللي بنخافها توقع في الشارع، فبنحطها عليها كده علشان ما عنديش منشار، فبنحطها كده بنخافها توقع الشارع. بصوا يا بنات الغسيل الابيض والالوان والجينز وكله شايفين، وهدوم مليكه برضه حطها على السور علشان زي ما قلت لكم مش هينفع نحط اللهم صل على رسول الله، مش هينفع نحط الحاجات الخفيفه دي توقع مني على الشارع. بصوا حبايبي الشرابات، شفتوا منظرها الاول وبصوا منظرها كيف. بصوا الشرابات، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ممكن النور يبقاش كويس عشان كانت الدنيا ليل، بس شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنقولوا التركيبه تاني. معلقه كربوناتو، بصوا الطواقه بتاعت البنات شكلها ايه. معلقه كربوناتو، معلقه ملح ليمون، معلقتين زهره بيضه بتجيبيها من عند اي عطار او من عند اي بتاع منظفات، نص كوبايه خل، معلقه ملح طعام، وتنزل عليهم بميه سخنه. وبعد ما يخرطوا كل الزبط اللي فيهم نص صابونه تبشريها في الغساله وتحط عليها شويه صافو. بعد كده هترمي فيهم الشرابات، هتطلع بالجمال وبالحلاوه اللي انت شايفاها دي. في كمان طريقه تاني باذن الله هنوريكي ازاي تغسل الشراب انت واقفه على الحوض من غير دعك، من غير دعك مهما تكون اتساخاته. هنوريكي باذن الله، بس كتبيلي في التعليقات لو عايزين فيديوهات زي كده، وشجعوني وحطوا لي لايك واجبروا بخاطر وخاطر البنات. ربنا يسعدكم ويجبروا بخاطركم، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي نتيجه الغسيل بتاعت الشرابات علشان محدش يقول اللهم صل على رسول الله ان يعني ان انا ما صورتش النتيجه بعد ما طلعت. شايفين وادي كميه الغسيل اللي غسلتها. والله يا بنتها والله خدت يومين نغسل، خدت يومين نغسل اقسم بالله العلي العظيم الكميه دي، وكديها كميه تاني. بصوا الابيض وبصوا هدوم البنات ازاي. صلوا على الحبيب وجبروا بخاطر بلايك كده، وادعوا لي ربنا يوسع عليا نجيب لي منشر نحطها في البلكونه عشان الغيارات الداخليه بتاعت البنات وعشان الشرابات والحاجات الخفيفه دي ما توقعش على الشارع. شايفين لان انا عندي الهواء في البلكونه هيكسر المشابك فالخلق بيوقع في الشارع. بصوا يا جمال، يا جمال الغسيل، الغسيل زي جنيه الفضه على حبالها. شايفين الابيض وشايفين الغسيل الجلاليب بسم الله ما شاء الله. لو في اي حاجه كتبولي في التعليقات برضه وقولوا لي ايه رايكم في الغسيل. شايفين حبايبي، للابيض للالوان للخلق البيتي للملايات كل حاجه باذن الله باذن الله احلى وصفه واحلى تركيبه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وفي نفس الوقت يا بنات انا عامله المسحوق الرخيص برضه، حاطه له شويه مكونات مخليها معايا زي الفشار كده. شايفين الجنس بسم الله ما شاء الله، ده جاكيت حنين كده شايفينه بسم الله ما شاء الله. محدش يقول قديم، محدش يبص على الغسيل يقول لي الخلق قديم، لا انا بنوريكم النظافه بتاعت الغسيل بسم الله ما شاء الله. بصوا بنطلون مليكه يعني الخلق بينطق نطق كده رغم ان هو
خلق قديم بس بسم الله ما شاء الله. والله والله يا بنته يشف ويرف. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بالله عليكم بالله عليكم لو الوصفه عجبتكم حطوا لي لايك وشجعوني يا بنته بالله عليكم. محتاجه دعمكم ووقفتكم جنبي علشان ربنا يكرمنا والقناه تكبر فضلا وليس امرا. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم. حبايبي واخواتي اللي ما سمعوش الوصفه هنقولها لكم تاني. اهم حاجه تنقعيه، اهم حاجه تنقعيه. هنحطوا معلقه ملح ليمون، معلقه كربوناتو، معلقه ملح طعام، معلقتين زهره بيضه، نص كوبايه خل. الخل يا بنتها بيزود النظافه ومعقم في نفس الوقت، ما يخليش اي ريحه في الشرابات. شايفين بسم الله ما شاء الله. ولو بعد الغسيل كده ونضفتيه وانضف معاكي وبعد كده رحنا حطيناه في الغساله وبشرنا عليه نص صابونه. في الشطف لو عندك معطر حطي لها ايه ربع كوبايه معطر او نص كوبايه معطر كمان، يبقى احلى واحلى. لو بعد ما طلعتيه من الغساله وخد وش بالصابونه الغشيمه، احنا هنقول عليها صابونه غشيمه او صابونه الغسيل، خدتيه ورحتي شطفتيه واديتي لها كمان وش تاني بشويه صافو ايا كان نوعه، وعليهم ربع كوبايه او نص كوبايه او زي ما هتحطي معطر، هتبقى الشرابات فل ريحه وشكل وبسم الله ما شاء الله كأنك لسه مشترياها جديد. طواقي البنات اي حاجه عايزه تنقعيها انقعيها بالطريقه دي، هتبقى معاكي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. صلوا على الحبيب واجبروا بخاطر وحطوا له لايك فضلا وليس امرا. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم يا رب. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وغيرنا شويه كده علشان باذن الله باذن الله القناه تكبر وتبقى لي سبب رزق ودخل انا وبناتي. ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عني الجنه. يلا اتفرجوا على الغسيل كده وشجعوني فضلا وليس امرا وقولوا لي ايه رايكم في نظافه الغسيل يا بنتها بالله عليكم، واجبروا بخاطر بكلمه حلوه. اللهم صل على رسول الله. محدش يقول لي يعني انت مألفاه ولا انت عاملاها. انا ست بيت زيكم وعنجرب كتير وعنشوف كتير، بس التجربه اللي بتطلع معايا حلوه وبتنفع بكل صدق وامانه هنقولها لكم عشان بنتي الصغيرين. انت كل كان ستات بيوتوا احسن مني مليون مره، بس عشان بنتي الصغيرات اللي لسه متجوزات او اللي بيشتغلوا ومش بيلحق ان يخلصوا شغل بيتهم يعرفوا ايه الوصفه دي باذن الله. وربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم يا رب ويجبر خاطرنا وخاطركم اللهم امين يا رب العالمين. يلا بالله عليكم فضلا وليس امرا حطوا اللايك وجبروا لايك بالله عليكم.